السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مع بعضنا يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينال اعجابكم. يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد من قناتنا يوميات انا وعمتي. يلا بقى يا جماعه كده نتحمس ونقوم من بدري بقى نشوف ورانا ايه. احنا النهارده مع بعضنا عملنا اللحمه والرز على لسان عصفور، وعملنا بطاطس صوابع، ووضبنا الغدا يعني. يلا بقى مع بعضنا نبدا بسم الله. تابعوا بقى التفاصيل يا جماعه. يلا المكونات معانا اهيت: نص كيلو لحمه اهوت معانا، ومعانا بصل وثوم وورق لورا، ومعانا طماطمتين نيين اهمت، ومعانا الدهن لان ده يا جماعه عشان اسيحه دلوقتي. واهم حاجه البصل يا جماعه، عشان البصل دي بتشيل السموم من اللحوم والطيور والحاجات دي. يلا بقى نبدا بسم الله مع بعضنا. ننزل بالدهن اهوت عشان تسيح. بسم الله. افردها بقى. اهم حاجه يا جماعه الدهن دي تسيح كويس عشان تبقى الشوربه سمينه شويه، يبقى لها وش كده. كده يا جماعه الدهنه ساحت معايا اهيت. ننزل بقى دلوقتي باللحمه عشان تتشوح. بسم الله. بصوا كده يا جماعه هي خدت صدمه اهيت. كده انزل عليها بالبصل والثوم وورق اللورا. لونت خلاص معايا. انزل عليها بالطماطم. احط كل حاجه بس نيه كده واسيبها بقى. بس احط لها بقى شويه فلفل اهوت معاها اهوت، واسيبها بقى يا جماعه لما تستوي بقطع خالص. اما نبص على اللحمه بقى نشوفها عملت ايه. ابتدت تغلى اهي يا جماعه معانا. نسيبها بقى مع نفسها بقى يا جماعه. يلا نشوف بقى اللحمه. هي بقى دلوقتي شكلها كده بقت نص طياب. هنشيل الاول الطماطم ديت عشان اصفيها. بسم الله. دلوقتي بقى اصفي الطماطم اهو عليها عشان الشوربه تاخد لون معايا، عشان متبقاش بيضه قوي. يا جماعه دي تلون معايا اهيت عشان متبقاش بيضه قوي. هي اللحمه كده دلوقتي 3/4 سوا. هنزل بقى عليها احط لها الملح بتاعها. ملح اهوت. حوالي بقى 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير هتكون طبخت ان شاء الله. وبينا دلوقتي بقى نروح نشوف هنعمل ايه بقى مع اللحمه. هنعمل دلوقتي برضو لسان عصفور على رز. الرز ده انا غسلته اهوت ونشف معايا اهوت. دلوقتي بقى احمر اهوت يا جماعه. معايا الحله اهيت، انزل فيها بالزيت اهوت. اهم حاجه زيت يبقى زيت غزير يا جماعه عشان لسان العصفور ما يحمرش يبقى حبايه ملسوعه وحبايه لاحه، عشان كله ياخد لون واحد يبقى اللون الذهبي. وكده يا جماعه بيكون الزيت قدح معايا. هنزل بقى دلوقتي بلسان العصفور اهو. كده هبتدي اهوت بقى اقلب. نسهرها مع بعضنا خطوه خطوه اهو.
خلاص كده اهو خد اللون الذهبي معايا اهو. كنت الوقت ده مجهزه المصفى، مجهزه حاجه صف فيها، صف الزيت ده. بسم الله. دلوقتي برضه معانا نفس الزيت اللي حمرنا فيه لسان العصفور اهو، هنحمر فيه الرز برضه. هنزل بقى بالرز اهو. الرز يا جماعه ما يتخافش عليه، مش زي لسان العصفور. لسان العصفور حساس شويه بيلون بسرعه، انما الرز بياخد وقت اطول يعني من لسان العصفور. كده اقلب اهو يا جماعه، لسه ما احمرش خالص ولا كده خالص، لونه هسيبه برده مع نفسه لما يبتدي يلون بقى. واخيرا بعد طول انتظار الرز قرب يلون معايا، يعتبر اللون لسه لون بسيط فاتح جدا لسه معايا اهو. كده اقلب برده عشان كله ياخد لون واحد، يبقى متناسق في الشكل كله مع بعضه على ما ياخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. كده اقلب برده وهستمر في التقليب لفتره طويله. خلاص اهوت يا جماعه الرز خد الدرجه اللي انا عايزاها. هروح بقى دلوقتي اصفيه عشان نيجي بقى نعلق عليه سوا يا جماعه، وانزل عليه بلسان العصفور. يبقى اقلب لسان مع بعض. وهنزل عليهم بقى دلوقتي بالشوربه. الشوربه معايا اهيت يا جماعه، حطها تغلي معايا اهيت على النار. هنزل بقى بالشوربه بتغلي عشان بس ما ياخدش شوفوا كده ان شاء الله مش هياخد سوا كتير معانا، 10 دقايق بالكتير هيكون طاب. دي بقى دلوقتي عايره اهو ماشي. انا طبعا حاطه لها الملح، الشوربه حاطه لها ملح وحاطه لها كل حاجه، يا دوبك بس مفيش غير التوابل اهيت معايا، القرفه بس والبهارات. اغطي بقى واشوفه بقى كمان 10 دقايق ان شاء الله يكون طاب. بينا دلوقتي بقى نشوف اللحمه استوت ولا لسه. هي شكلها استوت خالص اهيت، هي ما شاء الله لحمه يعني طيبه زي ما بيقولوا يعني. اهم حاجه وانت بتقطعي اللحمه تقولي للجزار عايزاها من موزه، الموزه بتبقى ناعمه وما بتاخدش سوا كتير. هي ما شاء الله هي استوت. انا كنت بقول الاكل ده مش هيطيب مني غير على العصر، هو ما شاء الله يعني احنا دلوقتي الساعه 2، انا معلقه اذان الظهر يعني على الاكل. ما شاء الله استوت بسرعه. وهروح بقى اصفي الشوربه، خليكم معايا. الشوربه يا جماعه هسيبها بقى تاخد غلوه واطفي عليها. اروح بقى ابص على الرز والعصفور. خلاص يا دودو نقلب بقى اهوت. بسم الله. خلاص يا ضاي احط عليه بقى واسيبه 10 دقايق ان شاء الله يكون استوى. دلوقتي بقى هبتدي اعمل بطاطس الصوابع اهيت يا جماعه. بسم الله. كده بقى واسيب ده الملح اهوت. كمون. يلا بقى نبتدي دلوقتي بقى نشوف الرز.
الرز استوى معايا اهوت، طفيت عليه. شوفوا ما شاء الله ريحته جميله وطعمه بيبقى جميل جدا. يا ريت يا جماعه تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. هبتدي اغرف بقى دلوقتي عشان اوضب بقى الغدا. كده يا جماعه بكون جهزت الغدا. الغدا كده خلص معايا اهوت. كده فيديو النهارده يا جماعه بيكون خلص. يا ريت يا جماعه متنسوش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. قناه يوميات انا وعمتي يا جماعه. مع السلامه.